ايه رأيكم لو نعمل مع بعض النهارده وجبة اقتصادية وبجد طعمة جدا واخر لذاذ؟ انا اسمي مروه. لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وتفعلي جرس التنبيهات. علقي لي ولو بحرف واحد عشان ان شاء الله تضمني اشعاراتي توصلك باستمرار. تعالوا بينا نشوف هنعمل العظمة دي ازاي. دي حاجة اسمها البسارية يا جماعة، سمك كده رخيص موجود في السوق، الكيلو ب50 جنيه. انا عملت منه وصفتين. اول حاجة هنجيب السمك بتاعنا بيكون صغنن بالشكل ده، بيتنضف بكل سهولة بايدك كده، مش محتاج مقص ولا سكينة خالص، بصباعك كده وبايدك هتطلعي الراس بتاعته وتطلعي البطن كمان بتاعته. هنغسله كويس جدا بالدقيق والملح ونصفيه كويس قوي بالشكل ده. التتبيله معانا سهله وبسيطه جدا، عباره عن بهارات سمك وكمون وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وملح وتوم مفروم بالفلفل وهريسه شطه. هنخلط بقى كل المكونات الجامده دي مع بعض ونسيبه تقريبا كده 10 دقايق ربع ساعه، زي ما انت عايزه. حابه تبيتيه ليله كامله براحتك خالص. على فكره الحاجات دي كل ما بتشرب التتبيله بتكون الطف كتير. لو لسه موجوده معايا لحد دلوقتي قولوا لي من اي بلد انتوا بتتابعوني. هنحضر بقى طبق فيه دقيق، دقيق فقط لا غير، من غير توابل ومن غير نشا ومن غير اي حاجه خالص. هنبدا ان احنا نغطي كل كده البسارية بتاعتنا بدقيق على قد ما نقدر. بعد ما بنخلص الخطوه دي بننزل بقى بيه في المصفى، عايزين ننزل اي بواقي من الدقيق او التوابل الموجوده فيه. نحاول نصفيه على قد ما نقدر عشان كل سمكيه تكون منفرده كده لوحدها بالكفر بتاعها. تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده، شايفين طلع كل بواقي الدقيق والتوابل في المصفى بتاعتي. كل واحدة بتكون بوحدتها كده زي ما انتوا شايفين. الزيت بقى يكون غزير وسخن جدا وننزل بقى بالسمك بتاعنا. هنحاول نفرده في الزيت بالشكل ده. هنقلبه بقى كويس جدا على كل الاتجاهات. الريحة بقى هنا تجنن، خطيرة. بصوا حلوة قوي يا جماعة وطعم جدا. انا الصراحة كنت اول مرة ادوقه بس عجبني قوي قوي قوي. شايفين الطعامة؟ هنحضر بقى بلاش مناديل مطبخ لانه بتخلي الحاجه بتزيد. تمام، حطوا على مصفى يا جماعه، يعني طلعوا الحاجه بتاعتكم اللي انتوا بتقلوها ايا كان الحاجه دي ايه على مصفى. النتيجه هتكون افضل كتير وتحتفظ كده انها تكون كريسبي دايما معاكي. عملنا طبق البسارية التحفة ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا واقتصادية. النص كيلو التاني بقى انا عملت بيه كفتة البسارية، لازم تدخلوا وتشوفوها. بصراحة انا شايفاها انها وصفة حلوة قوي وبسيطة وسهلة وكمان اقتصادية. عملنا من نص كيلو بس من البسارية 20 قطعة من الكفتة، وحجم كبير على فكرة. والكفتة طعمها يجنن، خطيرة. ألذ كفتة سمك ممكن تجربوها سواء اقتصادية او كمان في الطعم. حلوة قوي يا جماعة، جربوها ومنتظرة ان شاء الله رأيكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. قولوا لي رأيكم في وصفاتنا، ولو عجبتك وصفتي ما تنسيش لايك وشير. باي باي.